شهادات 20% بالبنوك، قرار البنك المركزي وقرار هام من البنك الأهلي وبنك مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واسمع منكم دايما احلى التعليقات. واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان توصلوا كل الاشعارات بفيديوهاتنا الجديده. فيديوهاتنا كلها عن البنوك واسعار الفايده، اخبارنا كلها جديده، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحه وسابقه الاحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهارده. حيث ان قرار البنك المركزي في الاجتماع الاستثنائي كان قرار جريء من رئيس البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، الذي اتخذ قرار بتحرير سعر الجنيه المصري امام الدولار، وذلك لمواجهة التضخم وتوفير السيولة النقدية للاعتمادات المالية والاستيراد والإفراج الجمركي، ورفع أسعار الفايدة بالبنك المركزي المصري بقيمة 200 نقطة أساسي، حيث وصل عائد الإيداع والإقراض للواحدة 13.4% و14.4% على الترتيب. كما رفع البنك المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساسي لتصبح 13.75%، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 13.75% أيضا. ولقد قرر البنك الأهلي وبنك مصر برفع أسعار الفايدة على الشهادات 14% لتصبح 16% شهريا بدلا من 14% شهريا. كما أصدر البنكين شهادة بعائد 16.4% بعائد ربع سنوي، وأصدر شهادة بعائد نصف سنوي وهو 16.5%، وأصدروا أعلى شهادة بالبنكين بعائد سنوي 17.4%. فلقد كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 19% بنهاية أكتوبر 2022 مقابل 18% بنهاية سبتمبر الماضي. وصرح البنك المركزي في بيان له أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في سبتمبر 2021، ومعدلا شهريا بلغ 1.6% في سبتمبر 2022. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن ارتفاع المعدل الشهري للتضخم في مصر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.5%، وهذا يعكس تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين مثل الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن البنوك في الوقت الحالي قد تتحرك من خلال الفترة المقبلة من أجل طرح شهادات ادخار للعملاء في البنوك بفائدة تصل إلى 19% وقد تصل أيضا إلى 20%، وذلك لمدة عام واحد مثل شهادات 18% السابقة، وذلك لجذب السيولة النقدية للبنوك وتوفير الدولار بالبنوك المصرية. وأن التحرك المتوقع سوف يساهم بشكل كبير في اجتذاب مدخرات كبيرة من عملاء البنوك، وسوف يضم أدوات توفير العملة الأجنبية من أجل الجهاز المصرفي المصري. الفيديو القادم إن شاء الله هيكون عن شهادة غير متوقعة للعملاء، فانتظروا مننا تفاصيل الشهادة، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. إلى اللقاء.